أهلا بيك في فيديو رقم 3 من رحلة إني أعمل مليون جنيه في 6 شهور بس. دلوقتي حصل تغيير في الخطة وحصل تغيير في البيزنس. في الفيديوهات اللي فاتت قلتلك إن أنا عايز أفتح بيزنس عن بيرسونال براندنج، وإن هو بيساعد صناع المحتوى إن هما يبنوا بيرسونال براند قوي ويكسبوا منه فلوس. والبيزنس ده حلو جدا وكويس جدا وتقدر تبدأه ببلاش، محتاج بس شوية خبرة وهتبدأ. لكن الفكرة في البيزنس ده مشكلة قابلتها ان هو محتاج وقت، محتاج شخص فاضي. والفكرة دلوقتي اللي عندي ان انا عندي جامعة، فمش هعرف اوازن بين الاتنين. فقررت ان انا في الفترة دي ابدأ بيزنس صغير، بيزنس بأقل مجهود ممكن اقدر اكسب منه فلوس. بالفلوس اللي اكسبها ابتدي احطها في مشاريع اكبر واكسب فلوس اكتر. بدل ما اشتغل في البيرسون براند قررت ابيع منتجات رقمية. المنتجات الرقمية دي اللي قررت ابيعها وهي اللي هي البرومت اللي بيبقى اللي انت بتبعته للاي اي. مثلا انت عايز تقول للاي اي اعمل لي خطه تسويقيه كده، فانت ممكن تبعت له رساله عاديه فبالتالي النتيجه هتطلع لك ضعيفه او عاديه. لكن ممكن تبعت له برومت معين ده يخليك تطلع افضل نتيجه ممكنه. وهو ده اللي انا ببيعه. انا ببيع 10 برومت خاصين بامازون، بالناس اللي بتبيع في امازون. انا قررت اختار نيش صغير قوي، او مش نيش صغير او نيش كبير، لكن محدد مش عامة. وسألت حتى الاي اي عن الموضوع ده وقال لي ان ده افضل بيزنس وان ده نيش قوي جدا ممكن تبدأ فيه. فانا عملت منتج رقمي وهبتدي ابيعه على جمرود. وهسوق له ازاي؟ هسوق له عن طريق المحتوى. انا عارف ان ده عكس كل حاجه قلتها في اول فيديو، بان انا كده محتاج ابيع لناس كتيره وان انا مش شاطر في حته المحتوى. لكن انا كان دلوقتي مضطر ان انا ابدا كده عشان فكره البيرسونال براندنج والبيزنس ار ان ال مش نافعه معايا دلوقتي خالص. فدلوقتي ايه اللي هعمله؟ انا عملت المنتج اللي هو البي دي اف اللي هيتبعت للعميل، الناس اللي هتشتري يعني المنتج. عملته ازاي؟ عن طريق شات جي بي تي. خليت شات جي بي تي هو اللي يكتب لي البرومت وطلع بالمنظر ده. في النهايه طلع بالمنظر ده. هو انا عملته على كانفا مثلا اهو. ده البرومت، دي حاجات محتاج يملاها جوه برومت. وده ايه؟ هو بيشرح البرومت ده عباره عن ايه، خاصين بالناس اللي بتبيع على امازون وبس. وفي كده فاضل لي البراندنج. انا قررت اسمي البراند ده او المنتج البراند اللي انا بعمله ده اسمه اي اي ماتر. هو اسم عادي جدا يعني. وان انا دلوقتي جه وقت ان انا ابيعه. ازاي ابيعه؟ زي ما قلت لك عن طريق انستجرام، تيك توك، بنترست. في ممكن تبيع على بنترست، فيسبوك، يوتيوب لو عرفت. انا ببيع على اي طريقه ممكنه بس. دي بس الخطه اتغيرت وده اللي انا همشي عليه الفتره اللي جايه. ابتدي بقى انزل محتوى بقى عن المنتج ده والناس تشتري بس. ده كده كان كل حاجه، كل التغييرات في بقى الفيديوهات الجايه والايام الجايه. هقول لك بقى ازاي بعمل محتوى وايه الخطه اللي انا بعمل بيها المحتوى علشان اجيب اكتر عدد ناس تشتري مني المنتج بس. ف بس كده. وفي الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.